بعد الثلاث حلقات اللي فاتوا جالنا كمية تهديدات أمنية فوق الفظيع. مثلا صفحة الشرطة المصرية على الفيس كتبت بتطالب بالقبض علينا علشان بنسيل الفريق عبد الفتاح السيسي. هو والله مش خوف ولا حاجة يعني، بس احنا فعلا كنا قررنا من قبل ما التهديدات تجيلنا ان احنا نغير استراتيجية البرنامج، وبرضه هنحط على عبد الفتاح السيسي. مصر بقالها 4 شهور بتحارب في الإرهاب. الإرهاب الأول كان عبارة عن بنادق ورشاشات وقنابل، لكن دلوقتي الإرهابيين اتطوروا خالص. عشان الاخوان امبارح ضربوا الطيارة اساسا، ضربوا بالطوب، كسروا الازاز بتاعها. لو حضرتك ما تعرفوش، ضربوا الطيارة بالطوب، كسروا الازاز بتاعها. 911, good hit. Request immediate reattack. Roger, Guardian. We'll make a second gun run on a heading of 212. يا نهار أبيض، دمروا البلد. أنا مش عارف البلد دي رايحة على فين. شايف مصر رايحة على فين؟ شايف مصر ان شاء الله بخير، وهتفضل بخير على طول باذن الله، لان ربنا حميها يعني. شايفها رايحة على أسوأ طبعا، حاجة معروف، رايحة على نفق مش شايفين له أي حاجة يعني. والأمور هتبقى آخر حلاوة، وإحنا شايفين أهو الهوا بيتنفس. كانوا بيقولوا مرسي مبوظ البلد، ومرسي هيقسم البلد. انا شايف كل اللي كانوا بيقولوا عليه مرسي ان هو كان بيعمله او هيعمله هو اللي بيحصل دلوقتي واكتر. معلش بس يا جماعة نقطع البرنامج شوية وهنطلع بس مباشر في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب. الرئيس عادل منصور قال كلمة هناك. Please sir, what do you think of the authorization requested by the Defense Minister General Abdel Fattah Sisi? الناس الايام دي تايهه ومضطربه، حال البلد مش مستقر، وده طبيعي. مصر بتمر بظروف استثنائيه ولازم نستحمل. مصر بتحارب الارهاب، الارهابيين مالوا البلد، الارهاب في كل حته. ارهاب 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 إرهاب 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 إرهاب. الله يكون في عون الجيش والشرطه. بصراحه مش عارف هيواجهوا ازاي كميه الارهاب اللي موجوده دي. احنا عندنا كل يوم عمليات ارهابيه بعدد مهول. 311 عمل إرهابي ارتكبه الإخوان المسلمين. اكيد بقى العسكر هينزل يفرم الناس دي. ايه يا عم، استنى. ايه هي زيطة؟ امال؟ بيحتاج تفويض الاول. اوه نسيتها دي، معروفه يعني. مواجهه الارهاب بتحتاج تفويض. بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين، ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. السيسي راجل عسكري اتعلم من التاريخ، استوعب الدرس اللي انتصرنا بيه في 73. أنا بطلب من المصريين الشرفاء إنهم ينزلوا يدوني تفويض عشان أحارب الإرهاب الإسرائيلي في سيناء. السادات الشعب اداله تفويض فعرف يطحن اسرائيل، عكس عبد الناصر الخيبان ما طلبش تفويض فجاب لنا النكسه. برافو يا سيسي، يلا بقى اقضي على الاخوان. هم مش الاخوان ارهابيين برضه؟ وايه الرعب والذعر ده، وكأنه الثورة ما اظهرتش بوضوح بليغ وبالغ ان الاخوان المسلمين جزء فصيل في المجتمع المصري، ومن حق الاخوان المسلمين انهم يشتغلوا، ومن حق انهم ينزلوا في الشارع، ومن حقهم انهم يتظاهروا، من حقهم انهم يترشحوا في الانتخابات. ايه ده؟ يعني مش ارهابيين؟ فما ينفعش نعمل الفزاعه اللي هو ايه الاخوان القادمون الاقي فرقنا ايه بقى عن النظام القديم؟ فرقت ايه؟ بقول لك ايه، الاخوان ارهابيين ولازم نقصيهم ونستبعدهم من الحياه السياسيه. بقول لك من الحياه كلها. لا ينفع، مفيش ديمقراطيه بقى. هنبدا من الاول بنفتح الورق فاضي، فنقوم بقى بديمقراطيه الاستبعاد والازاحه.
لا انتوا ما تخشوش، لا انتوا ما تعملوش. ايه في ايه ده؟ ديمقراطيه ايه دي اللي على الدواق دي؟ احنا بنفتح بطيخه؟ لا، ده في كلام عك بيتقال، وانا لازم اتصل بالكبير يشوف حل. الو، بقولك يا سيسي، ابعت مندوب من عندك يظبط ابراهيم عيسى. عباس؟ ماشي، ابعت عباس. جماعه الاخوان جماعه ارهابيه مجرمه. مليون مره قلنا لكم الاخوان تنظيم دولي ملوش علاقه بالوطنيه ولا تفرق معاه مصر. ماشي تمام. طيب وبالنسبة بقى اللي مفيش إقصاء وفصل واحد ودمج في الحياة السياسية، إيه؟ مفيش دم، غير مسموح للاخوان بالعوده. أيوة كده أظبط، لأن دول إرهابيين. غير مقبول اطلاقا تصوير جماعة الاخوان المسلمين لا في امريكا ولا في روسيا ولا في اي مكان في العالم باعتبارها جماعة ارهابية. جماعة الاخوان المسلمين عنصر امان حقيقي في الخريطة السياسية في مصر. عباس! أضاف المسلماني أن مصر ستنتصر مجددا على الإرهاب. شاطر يا مسلماني. الشعب عمل ثورة ضدهم وبيكرههم. الشعب مؤيد ومقتنع ومؤمن وعاشق لحكم الإخوان المسلمين. يا عباس! إن عدو الله هي جماعة الإخوان الإرهابية. عظيم يا عكش، عظيم. بس انت عارف الفتاوى الجهادية ديت محتاجة مشايخ تقيلة. هذا وقد قام فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة بحضور حفل الإفطار بمقر مكتب الإرشاد، وكان في استقباله المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه يا سيسي. يا عم كده عباس بيهرج. علي جمعة نفسه بيدعم الإرهاب. طوبى لمن قتلهم وقتلوا، من قتلهم كان أولى بالله منهم. على فكرة في نقطة كمان ريحتهم وحشة. ناس نتنا كده فل قوي. اتكلم بقى عبد الفتاح يظبط لنا الليلة دي. ها عبده، انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا عارف، ولا ايه؟ بس انا عايزك في حاجة تانية. النهارده ليلة جميلة جدا جدا. عبد الفتاح بصور. اسمع، انت دلوقتي معاك فتوى بقتلهم وان هم ناس نتنا وارهابيين. اطلع بقى كده في خطاب من خطاباتك ظبط الليلة. انا عايز اقول لكم وبقول للطلبه اللي قدامي دول بقى، اوعوا تفتكروا ان انا خدعت الرئيس السابق، والجيش المصري لن يكون الا تحت قيادتك انت بحكم الشرعيه اللي الشعب اداها لك. ايه ده؟ بتوجه النصيحة لواحد ارهابي؟ بتمسكوا البلد سنة كاملة واخد مني تفويض؟ طب ما انا اصحابه احسن. اعمل انا ايه في الانفجارات اللي عماله تحصل في البلد كل يوم دي؟ احمي نفسي ازاي؟ طيب سيادة الرائد، لو انا عايز اقول للسادة المشاهدين لما تشوف ايه الجسم الغريب والجسم الغامض والالفاظ اللي بنقراها في الجرايد دي وبنسمعها من حضراتكم، ايه الشكل اللي لما اشوفه اقلق؟ يعني لما اشوف علبة سمنة مثلا في الشارع اقلق، لما الاقي كنز كولا محطوط في حتة اقلق. يا جماعة اي حد يلاقي علبة كنز في الشارع يطلع يجري. ايه يا ماما؟ الو يا ضياء، اتأخرت ليه يا حبيبي؟ لا مفيش، قاعد مع نفسي شوية. طب خلي بالك من نفسك بقى يا حبيبي. بتبص يمين وشمال قبل ما تعدي الشارع ولا أكيد لا؟ طبعا يا ماما، ايه اللي بتقوليه؟ طب اوعى يكون حد رمى جنبك كنز ولا علبة سمنة ولا أي حاجة. كنز ايه وسمنة ايه؟ يا ضياء، يا ضياء، الو، يا ضياء، الو، الو.
وهيكون في حد فاكر ان الموضوع مقتصر على الكنزات بس، في قنابل اخطر من كده بكتير. وهي مش قنبلة يعني بحجم انها قنبلة، هي بالظبط عبارة عن علبة ورنيش بداخلها بعض البارود. ورنيش؟ ده مش جاي يفجر، ده جاي يهزر. حصل امتى بقى الكلام ده ان شاء الله؟ أنني تابعتك في 12 وأنت تنفي هذا الخبر ثم عدت لتؤكده من جديد. بالفعل يا أشرف، احنا لما نفينا هذا الخبر في نشرة 12 ما كانش فيه أي حاجة. هذه الواقعة حدثت تحديدا الساعة 12:30. إذا كنتوا بتعرفوا ميعاد الانفجارات قبل ما تحصل يبقى كده نطمن. بس العمليات الإرهابية دي هتفضل كده كتير؟ ده احنا مدينكم تفويض تقبضوا على أي حد. وفي الإسماعيلية قام ياسر الحفناوي مأمور قسم ثاني الإسماعيلية باستدعاء أمهات الفتيات المحتجزات في قضية البالونات. هايلة رجالة، عايزكم بقى تفترسوا الناس دي زي الأسود، إن شاء الله حتى تقتلوا 5000 واحد، مهم مصر تخلص بقى. هعمل ده مع أهل المصريين. هم أهل المصريين خصوم ليا ولا إيه؟ هو الأسد بياكل ولاده ولا إيه؟ طب يعني في عينك كده؟ يعني أنت ما تعرفش إمتى الأسد بياكل ولاده؟ يتميز قطيع الأسود بالتماسك والترابط بين أفراد القطيع الواحد، إلا أنه يطمع أحيانا أحد الذكور الدخيلة في أنثى ملك القطيع، مما يتسبب في صراع عنيف بين أفراد القطيع. انتهى هنا بأن قام ذكر القطيع الدخيل بالقضاء على ملك القطيع لمجرد أنه أقوى. ترفض أنثى الأسد الانصياع إلى أوامر الأسد الدخيل حتى ولو بالقوة. عندها يقوم الدخيل بقتل أبناء ملك المملكة حتى يرغم اللبؤة من الزواج منه، وبعد ذلك ينصاع الجميع لذلك الذكر لمجرد أنه الأقوى. اوعى تكون فهمت غلط، الموضوع هنا مختلف تماما. عادي يعني، أسد راح يطرد أسد تاني من مملكته عشان هو أقوى منه، ولا مرات الأسد الضعيف رفضت تتجوز الأسد الأقوى عشان داخل عليها، هتلاقي أولادها عشان يغصبها تتجوزه. عادي يعني، بتحصل في أحسن الغابات. لأن ده أمر ما يرضيش ربنا، ده أمر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه، بندعمه بنأيده. لو عايز فيديوهاتنا توصلك أول بأول ما تنساش تعمل لايك على صفحتنا على الفيسبوك من الرابط اللي موجود تحت الفيديو، والأهم من ده كله ما تنساش تتفرج على فيديوهاتنا اللي فاتت وتعمل سبسكرايب من هنا.